جريدة هيسبريس المغربية يتعرض مراسلها بتطوان بداخل مدينة سبتة لهجمات وضربات من الشرطة الإسبانية. هذا السلوك يأتي بعد أيام على المضايقات التي تعرض لها صحفيي القناة الثانية دوزام، يطرح الكثير من التساؤلات على مستوى حكومة بيدرو سانشيز. هذه الحكومة اليسارية التي تدعي بأنها تؤمن بالحرية الصحافة والرأي الآخر تطرح على المحك، خاصة وأنها فشلت فشلا ذريعا بتعاملها مع الصحفيين. هذا الحق الدولي الأممي، ونتوجه إلى كافة الجمعيات الدولية والعالمية لحماية الرأي وحرية الصحافة، خاصة مراسلون بلا حدود. يطرح كثير من التساؤلات: ما موقع الدولة المغربية في الدفاع على صحفيها ومراسليها؟ ويعكس كذلك الأزمة الحقيقية التي تعيشها مدريد بقضية الثغرين المحتلين سبتة ومليليا، المدينتين المغربيتين المحتلتين. وتجدر الإشارة لماذا لم تقم الدولة المغربية رغم مطالبتها السياسية باسترداد المدينتين بالنضال من أجل استردادهما، لا على مستوى المؤسسات الدولية والعالمية، الأمم المتحدة وكذلك القضاء الدولي. فعلا أنا على المستوى الشخصي لغز بالنسبة لي، خاصة وأن هذا الزخم بخصوص المدينتين وكذلك التغيرات الدولية والتضامن الواسع من بعض الحكومات اليمينية، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ساكن بالبيت الأبيض دونالد ترامب والحزب الجمهوري المقرب من المغرب، لا يستغلون هذا الزخم والتغيرات الدولية لاسترجاع واستكمال وحدتنا الترابية، كما استكملناها بالصحراء المغربية بالجنوب نستكملها على مستوى الشمال، وحدتنا الترابية.